السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أنوثة. اليوم غادي نهضروا على موضوع غاية في الأهمية، وهو كيفاش كل امرأة تقدر تكون رقيقة ولطيفة وأنثوية وفي نفس الوقت تكون قوية. كيفاش تخلق توازن بين هاد الجانبين، الرقة والقوة. بزاف الناس كيظنوا ان الرقة ضعف والقوة صرامة وهيبة، ولكن خاص تعرفي ان الرقة الحقيقية كتجي من الداخل ديالك، والقوة الحقيقية كتجي من الوعي بالنفس. وكل وحدة فينا عندها القدرة تدمج هاد الجانبين وتخلق أنثى متكاملة وساحرة. في هذا الفيديو غنوريك كيفاش تكوني رقيقة وكيفاش تكوني قوية وكيفاش تدمجيهم في شخصية واحدة متوازنة متكاملة وأنثوية. نبداو بكيفاش تكوني رقيقة. أول حاجة اللي غنتفقوا عليها أن الرقة ماشي مجرد ابتسامة أو كلمات لطيفة. الرقة هي أسلوب حياة، هي طريقة عيشك، هي طريقة تعاملك، هي الطاقة اللي كتخلي الناس يحسوا بالراحة والأمان معاك. باش تولي رقيقة في تعاملك تعلمي شي حوايج ديريهم في حياتك. أولا تعلمي تسمعي للآخرين بانتباه وبلا مقاطعة. فاش كتجلسي مع واحد الشخص أو مجموعة من الأشخاص تعلمي تسمعي ليه حتى يسالي هضرته، ما تقاطعيهش، تصنتي ليه واحترمي كل كلمة كيقولها لك. وإلا وصلت نوبتك باش تهضري استعملي كلمات لطيفة، وزني كلامك قبل ما تقوليه، ما تستعمليش شي أسلوب جارح باش تقمعيه ولا باش تحاولي تقنعيه بالزز. لا، استعملي كلمات لطيفة وأسلوب محترم ولبق وواعي. هاد الشي كامل وانتي محافظة على الوجه البشوش ديالك. الوجه البشوش هو اللي كيخلينا نرتاحوا لواحد الشخص، ماشي بنادم يشوف فيك وانتي كتخنزري فيه. الوجه ديالك يكون بشوش والابتسامه ديالك تكون صادقه وحركاتك يكونوا هادئه. فاش تكوني جالسه مع واحد المجموعه الناس ولا واحد الشخص ولا صحابك ولا عائلتك ولا اللي بغاو يكونوا، ردي البال الحركات ديالك يكونوا هادئه. ماشي انت لا غير بغيتي تبدلي الوضعيه ديال الجلوس ديالك كتدفعي هذا وتميلي على هذا، هذاك الشيء راه ما كيدارش. بشويه عليك بغيتي تاخدي شي حاجه من الصاك ديالك مثلا، بشويه عليك تاخدي الصاك ديالك وتشوفي شنو داكشي اللي بغيتي وتاخديه وتحطيه بكل هدوء، ماشي تضربي بيه وهذا ويطيح ويتكب داكشي اللي فيه. لا، ردي البال الحركات ديالك يكونوا حركات هادئه، حيث الهدوء هو الانوثه. قد ما كنتي هادئه قد ما الانوثه ديالك كتكون طاغيه. بلاش من داك التجعويق والضحك بلا فايده وكثرة النقاز، بالعكس كوني لطيفه وهادئه ومثبته، لان هذا الهدوء اللي في الحركات ديالك كيعكس النعومه ديالك. وحاجه اخرى اللي غتخليك تباني رقيقه هي العنايه بنفسك، جسمك وشكلك. بلا ما تكلفي راسك غادي تباني رقيقه وزوينه، بلا ما تكلفي راسك، بلا ما تعذبي راسك. بكل بساطه غادي تكوني نقيه وبتعتني بنفسك وجسمك وشكلك، لان كل تفصيل من تفاصيلك كيعكس النعومه ديالك. وخدي وقت في التعامل ديالك مع الناس، في كلماتك وافعالك. فاش كتكوني كتهضري مع الناس ولا جالسه معاهم في شي مجموعه، تصنتي جلسي، اعطي وقت لكل شخص، اعطيه اهتمام. داك الشخص خليه يحس بالاهتمام، يحس بك مهتمه به. خدي وقت في ردود الفعل ديالك، ما تزربيش وتاخدي شي رد فعل. بشويه عليك تدير رد الفعل ديالك. وإلا كانت شي حاجه ما عجباتكش تقدري تعتذري. مثلا غيجي تقترح عليك شي موضوع كتناقشيه مع واحد الشخص، شي صاحبتك ولا شي صديق ديالك ولا شي واحد من عائلتك،
بطبيعه الحال انت كتكوني انت كأنثى راقيه ورقيقه، غادي تعطيه وقت، ما غاديش تدوري فيه، ما غاديش تقمعيه، ولكن بطبيعه الحال ما غاديش تضعفي من راسك وغادي تبززي على راسك انك تصنتي ليه وتسمعي ليه وتشدي معاه الخط وانت ما مرتاحاش في داك الموضوع. لذا غادي تعتذري منه بكل لباقه وتقولي ليه مثلا اسمحي لي عافاك دابا راني عيانه شويه، ولا اسمحي لي عافاك دابا راه عندي واحد الغرض غنمشي نقضيه، ما نقدرش نبقى مجمعه معاك في هذا الموضوع دابا، خليه لمره اخرى ان شاء الله ونهضروا فيه. هكا كتكوني داك الشخص ما طولتيش معاه في داك الموضوع، درتي داكشي اللي كيريحك وفي نفس الوقت ما قمعتيش هذاك الشخص. هكا كتكوني لطيفه وحنينه بلا ما تضعفي من شخصيتك. وإلا كان شي شخص كيهضر معاك ولا واحد مجموعه من الاشخاص، ما تخليش في نص هضرته وتمشي وتخليه، ولا كيهضر معاك وانت هازه تليفون، هكا هو كيحس انك ما مهتماش بيه وما مهتماش بهضرته، في حين انه هذا الشيء كينقص منك انت ماشي منه، حيت كتباني كتنقصي من الاحترام ديالك لذاتك. حاجه ما عجباتكش تقدري ترفضيها بكل سهوله وبكل لباقه. ودابا غادي نعطيك كيفاش غادي تكوني قويه. باش تكوني قويه خصك تعرفي انه ماشي تكون عندك هيبه ولا الكلام الحازم او التسلط، لا، قوتك انت كتكون في طاقتك الداخليه. نتفقوا على واحد الحاجه اللي مهمه، انه القوه راه كيتختلف التعريف ديالها من الرجل للانثى. القوه عند الرجل ماشي هي القوه عند الانثى. القوة عند الرجل هي الخشونة، هي السرعة في أداء المهام، هي أنه القدرة على التحمل، هي أنه قادر، هو داك الصوت الخشن. هكا هو، هذه هي القوة عند الرجل. الأنثى العكس تماما. الأنثى القوة ديالها كتكون في الرقة ديالها، كتكون في الأنوثة ديالها، كتكون في الهدوء ديالها، كتكون في أنك تحطي الحدود ديالك وتبرزي شخصيتك وتكون عندك شخصية قوية وتديري ردود فعل في مواقف صعبة بكل أنوثة. وكوني أكيدة أن القوة الأنثوية هي أقوى من قوة الرجال إلا عرفتي كيفاش تستعمليها. غنبداو بالحاجة الأولى، غتعلمي تقولي لا. حاجة ما عجباتكش غادي ترفضيها، غادي تعتذري بكل لباقة. شي حاجة اللي انت ما مرتاحاش فيها ما تبزجيهاش على راسك باردون، بلا ما يجيك احساس بالذنب. ديري حدود ليك بوضوح، ما تخلي حتى شي واحد يتجاوز الحدود ديالك. تعلمي تاخدي قراراتك براسك، حتى واحد ما يقرر بلاصتك. حتى في المواقف الصعبة ما تخلي حتى شي واحد يتحكم فيك او يتحكم في حياتك. والحاجة اللي مهمة باش تباني قوية وتايقة في راسك هي لغة الجسد. لغة الجسد جد جد مهمة. قفي بثقة، تكون الوقفة ديالك مستقيمة والنظرة ديالك واثقة ومباشرة للشخص. فاش تهضري مع بنادم ما يبقاوش عينيك يبقاو يدوروا، حيت هكاك كيبان عليك التوتر. ما تبقايش تشبكي يديك وتبقاي ترتقيهم وتبقاي كل شويه تحركي في رجليك، هكا كيبان عليك التوتر وداك الشخص كيفقد فيك الثقه، حيت كيحس انه انت ما تيقاش في راسك. لا حبيبتي، غادي توقفي بكل استقامه وكتافك محلولين ومرخيين والنظره ديالك مباشره، وحتى فاش تجلسي الظهر ديالك ديما يكون مستقيم، والنظرة ديالك للشخص تكون مباشرة وعميقة وفيها دفء. ماشي تخرجي فيه عينيك، شوفي فيه بكل ثقة ودفء. مثلا غنعطيك مثال ولا يكون تمرين اللي غادي ديريه. مثلا فاش غتخرجي تلاقاي مع واحد الشخص سواء كتعرفيه ولا ما كتعرفيش، قبل ما تخرجي غادي تلبسي مزيان، غادي تقادي كلشي اللي غادي تقاديه، ريحتك زوينه، حوايجك نقيين، انت مرتاحه فيهم، شعرك مقاد اولا فولارك مقاد، كلك مقاده، وتمشي وراسك مرفوع كتافك مرتاحين وواقفه مستقيمه. وهذاك الشخص اللي انت كتهضري معاه هضري معاه بكل ثقه وشوفي ليه في عينيه، ونظره تكون واثقه
وابتسامه تكون صادقه، ابتسامه ديالك تكون صادقه وفي هدف باش تعطي واحد الراحه لداك الشخص اللي في قدامك. والوجه ديالك يكون بشوش. واحد النقطه قبل ما ننسى هي الصوت. ما عمر صوت الانثى كيكون مرتفع، دائما صوت الانثى كيكون منخفض الى معتدل، كيكون هادئ وناعم وفيه كميه من الحنان. لا يمكن انه تكوني انثى وتهضري بالجهد وتغوتي بالجهد وكل حاجه تقوليها بالجهد، لا، هادشي ما كنديروش. الانثى هي اللي كتهضر بشويه، حتى فاش كتعصبي تعصبي بانوثه، تعصبي بكل نعومه. هذاك الشخص اللي هو عصبك فاش كيشوفك كنتي تعصبتي بانوثه كيولي كيجيه تانيب الضمير، كيقول هاد الكياده علاش انا عصبتها، هادي راه ماشي ديال التعصاب. لذلك دائما حافظي على الانوثه ديالك، هي سر القوه ديالك. دخلي هاد التصرفات، دخليهم في حياتك، خليهم اسلوب حياه ديالك، حيت الا دمجتيهم فالرقه كتزيدك جاذبيه، والقوه كتخلي حضورك ثابت ومؤثر بين الناس. تصرفاتك اليوميه وفي تفاصيل حياتك غتعاملي بهاد التصرفات وبهذا الاسلوب اللي قلت لك في هذا الفيديو. هكا كتخلقي التوازن بين الانوثه ديالك، وكل حركه وكل كلمه والابتسامه كتعكس انثى قويه برقه مذهله. الرقه كوني اكيده انها كتجذب القلوب، والقوه كتفرض الاحترام، وكل وحده عندها القدره باش تبني النسخه ديالها وتعيش حياتها في ثقه وجاذبيه وسحر طبيعي.